السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. يلا بينا بقى نشوف الخبز التحفة ده او العيش التحفة ده، خبز البتة او الخبز الشامي. عندنا في مصر بنقول عليه كده، واماكن تانية بتقول عليه خبز البتة. تمام. اللي هو بيتعمل بقى فيه الشاورما، يتعمل فيه الفول، يتعمل فيه الفلافل، البيض، هو مع اي اكل عامة بيبقى تحفة. انا كنت عاملاه صراحة مع دونر الكباب اللي هو الترند اللي كان مكسر الدنيا. فعملنا الخبز التحفة ده طريقة سهلة وبسيطة وطعم في منتهى الجمال. يلا نبدأ بسم الله ونسمي ونصلي ونبارك على حبيبي وشفيع رسول الله محمد. معانا كيلو دقيق منخول، وحط تحت كلمة منخول دي خطين. يعني ايه؟ يعني لازم يتنخل عشان يخش فيه الهواء والعيش بتاعنا يبقى منفوخ وحلو. معانا 3 كوبايات مية دافية، معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار سكر. تمام. في الدرق اللي قدامي ده انا حاطه الملح والسكر وحطيت الخميره. دوبي بقى الكلام ده كله مع بعضه، اظن مفيش اسهل من كده. تعالوا نقرا سوره قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمانهم من خوف. وأنا برفع الدقيق كده عشان خاطر كنت حاطة معلقتين بالظبط زيت، وترفعي الدقيق كده لفوق وتقلبيه كويس مع الدقيق، وبعد كده تنزلي بدورق الميه كله متقلب فيه زي ما قلت لك السكر والخميره والملح. تمام. وتبتدي تعجني. اي معجنات انا قلت لكم بتاخد 3 كوبايات سويه، معجنات اللي هي العجينه المتماسكه. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين بقى العجينه طريه ونهبتها. طبعا كل ما كانت العجينه طريه كل ما كانت اديتك نتيجه للعيش طريه وهشه وجميله جدا. عجنا العجينه وشلناها وهبدناها وفي الاخر بنلمها كده بالشكل دوت. لو طريه قوي لميها بمعلقه زيت مفيش مشكله خالص. بغطي الحله اللي انا عجنت فيها وبحطها على حله تانية تكون فيها ميه سخنه عشان يخمر معايا بسرعه. خدت العجينه بتاعتي وقطعتها كلها لقطع متساويه زي ما انتم شايفين. انا لسه ما سويتش القطع ليه؟ لان لو في قطع صغيره قطع كبيره انا شايفه القطع كلها قدامي ممكن اظبطهم من بعض كويس عشان يبقى العيش كله قد بعض ويبقى شكله حلو. تمام كده. قطعت العيش، خدت كل قطعه بفردها وبحطها بلمها كده زي السره في قلب بعضها بالشكل ده، بتديني نتيجه حلوه برضو جدا. تمام. لو في بقى انا زياده عن الحجم بشيلها زي ما انتم شايفين. عامه الكيلو هيطلع لك 40 رغيف بحجم العيش اللي احنا عاملينه ده. تمام. بتاخدي كده اول قطعه انت قطعتيها بتاخديها بتكون ارتاحت عقبال ما تقطعي ال 40 قطعه. بتاخدي رقم واحد ايا كان بقى انت عامله كيلو الا ربع او نص كيلو، ايا كان اللي انت عاملاه. فتاخدي اول قطعه وبتفردي، تقدري تفردي اكتر من قطعه مع بعض بالشكل ده. طبعا حسب المكان عندك. تمام. طريقه سهله وبسيطه. بتكوني محضره بقى ملايه على الترابيزه بتاعتك او في الارض في اي مكان عامه. اهم حاجه المكان ده يكون متساوي عشان يفضل الرغيف بتاعك متساوي وزي الفل. تمام. بتحطيه، واهم حاجه كمان يكون متغطي. الرغيف اللي تعمليه تحطيه وتغطي عليه بس كده. بتضغطي كده بالمردانه مره بالطول ومره بالعرض، تخلي الرغيف كله متساوي قد بعضه ارتفاع واحد. تمام. بس كده. وبتعملي الكميه كلها اللي معاكي وتبتدي تجيبي اول رغيف انت عملتيه هيكون ارتاح تبتدي تسويه. لو حصل معاكي اي مشكله في التسويه تقدري ان انت تصبري عليه شويه قبل ما ينتفخ. البالونه اللي شفتيها دي المفروض تكوني قلبيه وهو كده. الله اكبر، الله اعظم يا عزيزي قوي يا رب. الله اكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بنفضل كده حوالي كل نص ثانية نبتدي نقلب العيش بتاعنا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. تقدري تعملي طبعا الأربع ترغيفة دول في رغيف واحد، يعني مقاس الأربع ترغيفة دول في قطعة عجين واحدة في رغيف واحد. تمام. حسب ما انت عايزة، بس انت تقدري بقى تقسميه كده، عايزاه في الوسط حسب ما انت عايزة. طبعا الكيلو دي هيعمل معاكي 40 رغيف من الحجم ده عشان تبقي عارفة تقسمي عجينتك ازاي. بتقلبي العيش كده، وبقيه العيش طبعا بيكون متغطي زي ما قلت لكم، بيبقى انت حاطاه على ملايه ومغطياه بنص الملايه التاني. تمام. ما تقلقيش مش بتتبهدل ولا حاجه. هنا طبعا الرغيف ده ما انتفخش معايا، بدور على الفتحه اللي مخليه ما ينتفخش اهو. بتلاقي ان في فتحه كده طلع منها البخار مخليه الرغيف ما بينتفخش. ومش معنى ان هو ما انتفخش معاكي ان هو مش هيتفتح او طعمه مش هيبقى حلو، لا، ده ممكن يكون بس التخمير هبط منك، هو ده اللي بيخليه ما ينتفخش. او لو في فتحه في الرغيف هو ده برضو السبب اللي يخليه ما ينتفخش معاكي. تمام. امشوا على الطريقه زي ما وريتكم. طريقه العجن مهمه جدا جدا
هتطلع معاكي النتيجه الجميله دي. وعايزه اقول لكم طعمه قسما بالله كانك عجناه بحليب، كانك حاطه حليب، طعمه بيبقى حلو جدا جدا. تقدري تخليه كمان سميك شويه عن بره، بقى رقيق جدا، طعمه بيبقى مختلف. بصوا بقى الجمال. وبتنزلي كده بالجريل كلها كده مره واحده على بقيه العيش اللي معاكي، برضو حطاه على الملايه قماشه نظيفه او فوطه نظيفه. طبعا الخبز ده انا كنت عاملاه مع ذره الكباب التركي، والطريقه موجوده عندكم على القناه. تقدروا بقى تحمروا العيش برضو، او تقدروا تخلوه لونه فاتح ابيض كده فاتح، مفيش مشكله برضو. هو مجرد ما انتفخ معاكي بيكون استوى تمام. اهو بسم الله ما شاء الله، حاجه كده تحفه. كل العيش انتفخ معانا. المهم ان انت تشيليه صح بعد ما يخمر تمام. وهنا بقى هسيبكم بقى تشوفوا بقى احنا عملنا بعد ما خلصنا العيش، عملنا بيه سندوتشات القمر دي. تقدري تعملي بيه اي سندوتشات، شاورما فراخ، شاورما لحمه، فول وفلافل، جبنه، بيض، اي سندوتشات تعمليها بالعيش الجميل دوت. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والمتابعه ورايكم في الخبز الجميل ده، مشاركه الفيديو عشان الكل يستفاد. مستنيه رايكم في الكومنتات. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.